أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من كايرو تيوب، واللي بنقدم فيها لحضراتكم فيديوهات ومقاطع مجمعة بتكون محققة نسب مشاهدة عالية جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. والوضع الحالي لأشقائنا في فلسطين واللي بيؤلمنا جميعا، العالم كله بينتفض من أجل الضحايا الأبرياء، من أجل الأطفال، من أجل النساء، من أجل الكبار، من أجل الشيوخ والرجال. روح فلسطين بتئن، ولكن باقية أبد الدهر مهما حاولوا إرغامنا على القتال. مشاهدينا، أعطونا الطفولة، أعطونا السلام. جينا نعيدكم بالعيد نسألكن ليش ما في عنا لعياد ولا زينة يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، زمانها عم تحلم وبتسألوا الأيام وين الشمس الحلوة والفوف الحمام يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أرضي صغيرة مثل صغيرة ادونا السلام وعطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا 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 السلام، عطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا 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 السلام. وما أحوج البشرية لبناء الجسور ما بينهم، ما أحوجنا للتلاقي والتقريب ما بين الشعوب والتقريب ما بين الاختلافات. الجسور بتقرب ما بين النفوس والأرواح. ودلوقتي هنشوف مع حضراتكم في هذه اللقطات بطريقة مختلفة بالحجارة لبناء الجسور ومعديات الطريق.
والتناغم والتناسق والانسجام ما بين أفراد بيكونوا ما بينهم عمل جماعي، ده بيكون نتاج قناعة شديدة جدا لكل واحد فيهم إن دوره مهم جدا في بقية الصورة. بهذه القناعة كل واحد بيكون ترس من ضمن التروس كلها اللي بتشكل هذه الصورة، خاصة كمان في أي عمل فني إبداعي. كل واحد له بالتأكيد بصمته في هذا الإبداع، ولكن كمان عن قناعة بأن دوره مهم وأنه بيضيف حتى لو كان ترس من ضمن التروس. هنشوف دلوقتي الإبداع بتشكيلات رائعة وتكوينات بالإيد. Oh, I'm in. Oh, I love it. Oh, it's so satisfying. Thought I found a way. Woo! Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of it. Yeah. Wow. Gorgeous. Welcome home. زي ما شفنا مع حضراتكم كل عنصر من عناصر الإبداع اللي شفناها دلوقتي قد إيه له أهمية وقد إيه كان فارق في هذه التشكيلة الفنية وهذا البورتريه الفني الرائع اللي شفناه دلوقتي مع حضراتكم، هذا الاستعراض الفني. فما بالنا لو هذه العناصر عبارة عن نقاط فقط، ده اللي هنشوفه دلوقتي من خلال الظهر بالنقاط بتاعته ازاي ممكن يتعمل بيه تشكيلات فنية واشكال كمان ورسومات لمشاهير. ومن هذا الإبداع لقدرات رياضية عالية جدا ومهارات رياضية هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم، وهندرك منها قد إيه الإنسان لازم بالمثابرة الطويلة والتحمل والصبر والإصرار على الإجادة، ده اللي بيوصله فعلا لهذه القدرات الرائعة.
Can I inspire others to do the same? I expand in abundance, success, and love every day as I inspire others. تأثير مشاعرنا وأفكارنا على أعضاء جسدنا تأثير خطير جدا. لو كانت المشاعر دي والأفكار إلى حد كبير إيجابية مش سلبية، إلى حد كبير هادئة، إلى حد كبير فيها سكينة، فما فيش مشكلة على الإطلاق. المشكلة بتيجي لما بتكون نفسيتنا متأثرة بشدة، فبالتالي مشاعرنا بتكون في حالة توتر معظم الوقت، في حالة قلق، ممكن في حالة حزن، في حالة غضب. ده مش بيأثر بس على نفسيتنا، لا للأسف ده بيأثر كمان على أعضاء جسدنا. وفي الفيديو اللي جاي دلوقتي مشاهدينا هيكلمنا رائد التنمية البشرية في الشرق الأوسط رحمة الله عليه إبراهيم الفقي، هيكلمنا على السايكوسوماتيك، وهو تأثر الأعضاء في الجسد بحالة الإنسان النفسية. وارجعوا في حاجة اسمها سايكو سوماتيك. سايكو اللي هو العقل، سومو اللي هو الجسد، يعني العقل يفكر يأثر في الجسد. وأكثر من 90% من السراير الموجودة في المستشفيات بسبب التفكير، جاية من التفكير. فالأفكار بتأثر على الجسم. في حاجة بالنسبة لعلم النفس الحديث اسمها سايكو نيرو إميونولوجي. سايكو هو العكس، تبص تلاقي نيرو اللي هو الجهاز العصبي، وإميون إميونولوجي جهاز المناعة. فالعقل يركز على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يبعت انذار لجهاز المناعه، تلاقيهم كلهم بيحموا عنك عشان حد قال لك ان انا مش موافق معاك، مش محتاج لها اطلاقا. عشان كده التفكير بيأثر على احاسيسك وبيوديك مكان تاني خالص، لان التفكير بعد كده بيأثر على سلوكياتك. لأنه مجرد ما تفكر هتلاقي أول ما فكرت ركزت عليها، أثرت على ذهنك، أثرت على جسمك وأخدتك، وأثرت على أحاسيسك، وبعدين بعد الأحاسيس في السلوك أثرت على سلوكياتك. مجرد فكرة بسيطة جدا.
عشان كده في ناس ممكن يحسوا بمشاكل عضوية وما يكون لهاش سبب حقيقي طبي، ولكن بيكون له سبب حقيقي نفسي. نخلي بالنا جدا من مشاعرنا، لأن هي بتنعكس فعلا على كل عضو من أعضاء جسدنا. حتى لو حسينا بأحزان، حتى لو حسينا بتوترات، علينا ان احنا نصفي معظم الوقت ذهننا. علينا ان احنا كمان نتبع تقنيات كثيرة صحية وسليمة لتفريغ وتحرير هذه المشاعر، عشان ما تأثرش علينا بالسلب، وعشان كمان ما تكبتش جوانا ونفتكر خلاص ان احنا بقينا يعني كويسين وكل حاجة، وهي مكبوتة وعمالة جوانا بتاكل للأسف في أعضاء جسدنا. نخلي بالنا جدا. احنا معانا دلوقتي على الشاشة كل شعور معين هنشوفه دلوقتي معانا بيأثر في أي عضو من أعضاء الجسد. يعني التوتر بيأثر بالفعل للأسف على القلب. لما بنكون متوترين بشدة بنلاقي فعلا عضلات القلب وكمان إحساسنا بقلبنا بيبقى حاسين فيه مشكلة. الخوف كمان للأسف بيأثر على الكلى. الحزن بيضعف وبيأثر على الرئة. القلق، وعشان كده حتى اللي بيكونوا قلقانين من امتحاناتهم بتلاقي فيه للأسف قبل ما يروحوا الامتحانات بيبقى دايما في وجع ممكن في المعدة، اللي هم بيتأثروا فعلا بيخافوا من الامتحانات وبيقلقوا. هتلاقوا دايما بيشتكوا ان ممكن في ألم في معدتهم. الغضب وبكبته للأسف بيأثر على صحة الكبد، وهكذا أعضاء كتيرة جدا بتتأثر بأحاسيس معينة. لما بنوصل لعمق هذا الإحساس نفسه أسبابه ونحاول إن احنا فعلا نتعامل معاه، أولا نحترم هذا الشعور بشدة لأنه جاي يقول لنا على رسالة معينة إن أنا بتأثر بالموقف الفلاني أو بحزن من الموقف العلاني، وهكذا هو جاي يوصل لي رسالة، فبحترم وبقدر هذا الشعور وبسمح له إن هو يتواجد مش بكبته. لما بيتواجد وبيتشاف بيرحل بعد كده بسلام، بدل ما يفضل مكبوت جوايا ويأثر على كمان مش بس نفسيتي، على أعضاء جسدي. نخلي بالنا جدا من مشاعرنا وأفكارنا، لأن هي مش بس بتأثر على نفسيتنا، لا كمان بتأثر على جسدنا. من حقنا كبشر إن احنا نحس ونشعر، ولكن كمان نتبع أساليب صحية جدا لتحرير هذه المشاعر بعد قبولها تماما، وبعد ما أسمح لها بالتواجد تماما، مش اني اكبتها. اللي بيكبتوها بعد كده للاسف بيلاقوا عندهم مشاكل صحيه كتير. ناخد بالنا كلنا. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده في كايرو تيوب. نتمنى كل فقراتها تكون نالت اعجاب حضراتكم. مستنيينكم في اسابيع تانية كتير وكايرو تيوب. فإلى اللقاء. باي باي.